السلام عليكم، انا مصطفى وائل، وانا عارف كويس ان عندي 22 سنه ومش احسن حد يتكلم في الموضوع ده، بس في رسائل كتير فعلا بتجيلي بتتضايق ان اغلب المحتوى موجه للشباب وبتطلب مني اتكلم اكتر عن رجالتنا اللي فوق 40 سنه. عشان كده النهارده هقول كام نصيحه من وجهه نظري الشخصيه، وانت حر طبعا تلتزم بيها او لا. رقم واحد، ما تحاولش اكتر من اللازم انك تقول للناس ان عندك 20 او 25 سنه. ما تلبسش لبس فيه شباب كتير في جامعه يتكسفوا يلبسوه. لو وشك بيقول ان عندك 50 سنه ولبست لبس مناسب ل 30 سنه، الناس مش هيقولوا انك صغير، الناس هيقولوا انك متصابي ويا راجل يا عيل. فطلع من دماغك فكره انك تلبس لبس اصغر منك ب 10 او 20 سنه عشان تبان اصغر من حقيقتك. الشياكه ملهاش دعوه بالسن، وممكن يبقى سنك 70 سنه وشيك جدا عشان لابس لبس مناسب لسنك، خصوصا انك كل ما تكبر كل ما اللبس المناسب لسنك بيبقى اشيك كتير من لبس الشباب الصغير، يعني انت كسبان مش خسران. رقم اتنين، ما تحاولش تلبس حسب الترند او حسب الموضه. الموضه اتعملت للشباب الصغير اللي عايز يبان بمظهر روش وريلاكسد كده، وحتى الشباب الصغير لما بيبقى رايح مكان مهم او عايز الناس تعامله باحترام مش بيلبس على الموضه. مفيش شاب هيروح حفله هيتكرم فيها بشورت كارجو او تيشيرت اوفر سايز او بنطلون مقطع. الحاجات دي اسمها ستريت ستايل وفيها جانب سرسجي مش مناسب ليك. ما تقلش من نفسك ومن احترامك ومكانتك بانك تلبس حاجه مش معموله عشانك. رقم ثلاثة، ما تلبسش كوتش رياضي غير وانت بتلعب رياضه. كوتش الجري مكانه وانت بتجري او انت في الجيم او انت بتلعب اي رياضه، مش وانت خارج عادي او لابس بدله. لو رجلك بتوجعك من الجزم هات فرش طبي ووفر فلوس الكوتشي في انك تجيب جزمه مريحه اكتر. اذا كان الشاب اللي عنده 20 سنه بقول له ما تنزلش من البيت بكوتش رياضي الا وانت لابس طقم رياضي او رايح الجيم او رايح تلعب رياضه. يبقى حضرتك يا راجل يا محترم يا وقور تعمل ده ازاي؟ انا عايز اخرك في الكاجوال خالص يبقى كوتشيات جلد ساده وما تبقاش جزء كبير من لبسك. الاحذيه الاساسيه عندك هي الجزم والبنصات مش الكوتشيات. رقم أربعة، اختار بنطلونك الجينز بعنايه. البناطيل القماش والجبردين صعب تعك الدنيا فيها لانها غالبا بتبقى ساده وما فيهاش تفاصيل، لكن البناطيل الجينز بيحصل فيها مصايب. اي بنطلون مقطع او مخربش او في فرق كبير في الوانه او عليه بادج او كتابه او مشرشر من تحت او في سوسته او اي تفاصيل زي دي، ده مش بنطلون مناسب ليك. هو مش بنطلون مناسب لاي حد، بس ليك انت بقى مش مناسب خالص. الاولويه في الجينز هتبقى للالوان الغامقه، يعني الاسود والكحلي، بس لو عايز تفتح مفيش مشكله، بس هات حاجه ساده مش بنطلون واحد فيه 3 أو 4 درجات. رقم خمسة، لو عندك 40 50 80 سنه ده مش معناه انك تلبس لبس مش مظبوط عليك. مش بقول لك تلبس سكيني، السكيني فيت مش مناسب لاي حد، بس لو جسمك كويس السليم فيت اختيار ممتاز ايا كان سنك. ويمكن اكتر قطعه بحس ان الرجاله مش بتهتم بمقاسها قوي هي بنطلون البدله. يعني ممكن تشوف راجل لابس قميص مظبوط عليه وجاكيت البدله مناسب جدا، كتف وسع طول كم كل حاجه، لكن البنطلون واسع قوي او طويل قوي. خد بالك انا مش بقول لك حزق البنطلون كانه بنطلون جينز، بس برضه ما تسيبهوش مهبل ومش مظبوط عليه. دور على ترزي شاطر في منطقتك وظبط عنده اي قطعه لبس مش مظبوط عليه. رقم 6، خد الهام من موديلز في سنك. تابع الناس اللي بتتكلم عن اللبس والشياكه في الفئه العمريه دي سواء على يوتيوب او انستجرام. وانا شخصيا برشح لك قناه ممتازه جدا في النقطه دي، وهي قناه احمد السويسي. وبالمناسبه ده مش اعلان وهو مش عارف اصلا اني هتكلم عنه، بس فعلا استاذ احمد السويسي من اكتر الناس اللي بتعرف تجمع بين الشياكه والاحترام. بيعرف يعمل اطقم ستايلش جدا وشكلها شيك جدا وفي نفس الوقت مناسبه لمكانتك ووقارك. هسيب لك لينك القناه والانستجرام بتاعه تحت في الوصف، عايزك تنزل حالا تعمل له فولو وترجع لي عشان نكمل. رقم 7، ابعد عن التيشيرتات اللي عليها رسمه او لوجوهات كبيره او كتابه مضحكه. التيشيرتات دي مكانها وانت بتصيف او انت بتشوي مع صحابك او حتى وانت قاعد في البيت، مش وانت رايح مكان محترم عايز الناس تبص لك فيه على انك راجل عاقل. ركز على الساده او المنقوش نقشات بسيطه، يعني كراهات او مقلم من غير افوره زايده عن اللازم. تامن غلطه ودي هتبقى عكس الغلطات اللي فاتت، وهي انك تافور في الوقار والجديه لدرجه انك ما تنزلش من البيت غير وانت لابس بدله او بليزر. انت عايز تلبس لبس محترم ووقور، بس مش عايز تبقى موظف في بنك. ومش معنى ان عندك 45 سنه انك ما تقدرش تلبس تيشيرتات او بلوفرات. المهم انك تلبس بعقل، يعني تيشيرت بيزك اسود او رمادي او كحلي او تيشيرت بولو او قميص كراهات او جاكيت جلد او جاكيت شمواه او جاكيت جينز ساده ما فيهوش شغل. ايه المشكله لما تجرب مع القطع دي وتشوف مناسبه معاك ولا لا، بدل ما دولابك ما فيهوش غير بدل وبليزرات. انا بقول لك ما تلبسش لبس اطفال، مش ما تلبسش خالص. رقم 9، لو ميزانيتك كويسه اصرف واشتري قطع قيمه حتى لو كانت غاليه. انت كده كده مقاسك غالبا مش هيتغير وبرضه ذوقك مش هيتغير، لان القطع الاساسيه زي بدله سوداء او كحلي او رمادي او قميص ابيض او اسود او لبني، بناطيلك الاساسيه، الجزم اللي هتلبسها بشكل منتظم، القطع دي مش موضه بتروح وتيجي. دي قطع لو حافظت عليها كويس ممكن تفضل تلبسها حرفيا لحد ما تموت، بعد الشر طبعا. استثمر في لبسك وهات قطع كويسه. وعلى فكره في ناس بتسيب لاولادها قطع قيمه زي جزم او جواكت جلد، يعني القطع دي بتعيش بالسنين فما تستخسرش فيها. ده كان فيديو النهارده حبيت اقول فيه كام نصيحه من وجهه نظري الشخصيه، شايف انه ما يخلوا اي راجل سنه 40 سنه او اكتر يعلي من شياكته وستايله. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب لي رايك تحت في الكومنتات. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.